لا تحتفلوا بالكريمسس، لا تحتفلوا لا تحتفلوا بالكريمسس يا اخي خلاص، لا تحتفلوا برأس السنة الميلادية وخلاص. اوكي. لأن يا أصدقائي صدوقين فشلتونا يا أخي، ما يصير تحتفلوا بذي الأعياد. يكفي أننا جبنا أم العيد في الهالوين، والله تنكرنا أكثر من الأجانب الموجودين في أمريكا. انت بتتكلم جد؟ ليه نحتفل بأعيادهم؟ ليه؟ خلاص ما تحتفلوا بالكريمسس عشان ما نجيب أم العيد. والله انفضحنا في الأجانب، حتى الأجانب بدأوا يستهزئوا بنا عشان نحن نحتفل بأعيادهم. والله لما شافوا الهالوين والتنكر اللي متنكرينه في الهالوين انصدموا يا أخي، انصدموا، حتى هم مش متنكرين مثلنا. لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالك. فأتمنى منكم ما تحتفلوا بالكريمسس. وليه أنا أقول ذا الكلام؟ لأني لقيت واحدة أجنباوية قاعدة تستهزئ بنا نحن المسلمين لأننا نحتفل بأعيادهم. شوفوا هذه الأجنباوية كيف تستهزئ بنا. Search the sky for light and glory. La la ilaha illallah. The moon will smile, don't you worry. La la ilaha illallah. Upon Muhammad peace and blessings. What the fuck? والله حقها يا صديقي صدوق، حقها تستهزئ بنا. ليه نحن نروح نحتفل بأعيادهم؟ ليه؟ عمرك أنت شفتهم يحتفلون بأعيادنا؟ لا. عمرك شفتهم يجون يصومون معنا رمضان؟ لا. عمرك شفتهم؟ لا. عمرك ما تشوفهم يا أخي. خلاص أنا طلعت بذا المقطع عشان أقول لكم لا تحتفلوا بالكريمسس، هذا الشيء مش كويس يا أصدقائي الصدوقين. حرام عليكم. لا، أكثر شيء يستفزك الأغنية اللي حاطتها دي الأجنباوية، يعني حاطت لك موسيقى الكريمسس على أغنية لا إله إلا الله، وذلك يعني أنها اللعصت ورب الكعبة، وما كنت أظن أنها ستلاص هكذا. لا. وبعد ما شفت ذا المقطع انصدمت، فقلت بسوي لي لفة في تيك توك بشوف إيش في جديد. Straight alhamdulillah. يا ساتر، انت سكت امها يا شيخ. ايش ده؟ على اساس كذا انت صلحت الغلط؟ ما انت زدت الطين بله، انت سويت شيء فوق المو كويس، مو كويس كده، خربانه وكده خربان. يعني انت كنت الوان وبعدها على اساس انت تبت وتحجبت، ما انت خربتها، انت كملت المعصيه للاخر. يعني الشيء المو كويس سويته للاخر. والله ذول الالوان قاعدين يتطورون، يعني بيصيرون ليفل اعلى. شوفوا عندي هواي أسباب إنه أنا أحسن منكم. أول شيء الجمال، وهذا منتهي منه. ثانيا الأخلاق، أنا أخلاقي جدا عالية ومحترمة. ثالثا الذكاء، ليش أنا أذكى منكم. أولا عفتيني كأني سمعتها تقول عفديني. يا صديقي صدوق اكتب لي في الكومنتات، لكن أنا متأكد أنها قالت عفديني. ذا الكلام كل الخربشيات اللي قالتها في الأول ما يهمني كلامها اللي قالتها في الأول إنها كويسة وإنها ذكية. تقول إنها ذكية لأنها عافت دينها، يعني الماء عاف دينها هذا مو ذكي؟ هذا هو الغباء بحد ذاته. انقل أنا بشكلك، والله أنا الفتنة الآن في الفترة الحالية يعني تمر علينا جميع اللي هي فتنة النساء. شيء مو طبيعي، مغريات على كيفك، شيء تفتح سناب، انستغرام، تويتر، تروح الشارع، تطلع تنزل، شيء. أصدقائي صدوقين كلام ذا الشخص صحيح 100%. ليه؟ لأن أنت زمان لو أنت عاوز تشوف بنت أو كذا تتعب كثير يا أخي، تتعرف عليها وتقعد تتكلم معاها وتروح لأهلها وتخطبها وتروح تجمع المهر والمال لكي تتزوجها. فين أيام زمان؟ أنا رحلة الزواج كلفتني نصف عمري كلفتني رحلة الزواج. أنت حلو، أنت كويس، أنت حلو. فالآن يا صديقي صدوق الناس بدأت تحصل ذي الأشياء بالمجان. والله تدخل للسوشيال ميديا تلاقي فتيات يتعرين كذا ومبين جسمها وشعرها وذي الأشياء. هذه الأشياء كانت مستحيلة زمان يا أخي، مستحيلة. الآن تدخل للتيك توك تلاقي، تدخل للإنستغرام تلاقي، تدخل للفيسبوك تلاقي. إيه القرف ده يا جدعان؟ في إيه؟ بس يوتيوب هذا كويس. انا دائما بقول ان يوتيوب كويس. ليه؟ بس عشان نظبط وضعنا مع يوتيوب، ولا حتى يوتيوب مش كويس. شكرا لكم، مع تحيات الهيئة العامة للتصرف السليم قسم المخارج.
وبس هذا كان مقطعنا الخفيف اللطيف النظيف، اتمنى يكون نال اعجابكم. انا دخلت المقطع بس عشان اقول لكم لا تحتفلوا بالكريمسس، ودمتم بخير. 치료해줄 사람 어디가 없나 가만히 놔두다가 끊임없이 떠나 사랑도 사람도 너무나도 겁나 혼자인 게 무서워 나 잊혀질까 두려워 상처를 치료해줄 사람 어디가 없나